السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقترح لكم كيك بالياغورت كيجي طالع بالمكسرات، كيجي لذيذ. المذاق ديالو اكثر من رائع، كيجي خفيف واسفنجي، طالع بحجم عائلي. نتمنى انكم تجربوه. ما تنسوش الا عجبكم الفيديو خليو لي لايك، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. على بركه الله نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 4 الحبات ديال البيض، عندي ياغورت بالنكهة ديال الفاني من وزن 110 غرام، 150 غرام ديال سكر سنيدة، 160 مليلتر ديال الزيت نباتية، عندي كمية من الكركاع، عندي ساشي ديال الفاني وجوج ساشيات خميرة كيميائية، عندي جوج كؤوس ديال الدقيق. هنا كناخذ واحد البول كنوضع فيه البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، كنضيف له معلقة هكا ديال سكر منسم بالفاني اولا معلقه ديال الفاني بودره او سائله، كاس ديال السكر 150 غرام. كنطرب المكونات حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط. الا كان عندكم قشور الحامض يمكن لكم تحكوهم كذلك. هنا غادي نطرب الخليط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال الخليط وكيبيض اللون ديالو كيف غادي تلاحظوا معايا. ومن بعد كنضيفوا الزيت النباتيه وكنضيف الياغورت من وزن 110 غرام بالنكهه ديال الفاني. متوفرش عندكم تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب، غير الكميه ديال الدقيق بطبيعه الحال كتختلف. هنا من بعد ما طرب الخليط مزيان ديال البيض، نضيف كاس الا ربع ديال زيت نباتيه ما يعادل 160 مليلي، وكنطرب على سرعه اللي كتكون منخفضه. من بعد كنضيف ياغورت بالنكهه ديال الفاني، تقدروا تضيفوا نصف كاس ديال الحليب، نضرب مزيان. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي 220 غرام ديال الدقيق. هنا كنبقى مستمره كنطرب مزيان الخليط. دائما كنطربوا المكونات على سرعه منخفضه فاش كنضيفوا الزيت والياغورت او الحليب باش ما كنهبطوش البيض وكتجينا الكيكه خفيفه. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، عندي جوج كؤوس ديال العنبه مملوئين 220 غرام. كنضيف الكاس الاول، كنخلط بالطراب مزيان حتى كتدخل ديك الكميه ديال الدقيق الاولى اللي درت، ومن بعد كنضيف كميه الثانيه الكاس الثاني. دائما الدقيق كنضيفو على دفعات باش هكا ما كيتكتلوناش داك الكتل وكيدير لنا داك الحبيبات في الخليط. هنا نضيف الكاس الثاني كيف كتشوفوا الكؤوس عامرين بطبيعه الحال كيكون مغربل الدقيق. من بعد كنضيف جوج ساشيات خميره كيميائيه 16 غرام ما يعادل ملعقتين صغيرتين. وبالنسبه للاضافات اللي غادي نضيف الشكلاط مقطع، غادي نضيف الكركاع، تقدروا تضيفوا اي مكسرات نتوما كيعجبوكم، التمر، كركاع، شويه ديال الزبيب، اي حاجه متوفره عندكم. هنا غادي نخلط مزيان. ضروري الكيك اللي تيكون فيه المكسرات وهكا المكسرات او الشكلاط دائما نتقلوا العجينه واحد شويه ماشي اكثر من القياس. هنا انا نسيت ما ضفتش مع الكركاع والشكلاط الدقيق، ضيفوا واحد الملعقه حتى لجوج باش ما كيهبطناش الشكلاط والكركاع لتحت. هنايا غادي نخلط مزيان داك المكسرات في الخليط، وكناخذ مول كندهنو بالزبده كنرشو بالدقيق، وكنهز يد ديالي دائما الفوق وكنفرغ الخليط ديال الكيك. كندخل الكيك الفرن اللي كيكون بارد. دائما كندير المقله الثقيله ديال المسمن من تحت اللاطا ديال الكيكه باش العافيه كتوصل بعيده والكيك كيطيب. هكا هبط لنا شي حاجه د العجينه في المول كيف ما تشوفوا معايا. كنمسحوها باش هكا فاش الكيكه كتكون كطلع ما كتلقاش شي حاجه هكا في الجوانب باش الكيك كيطلع. ديرها في المقله الثقيله ديال المسمن. تقدروا ديروها في اللاطا هكا عاديه ديال الفرن. بالنسبه للفرن الكهربائي دائما ديروه العافيه على 170 درجه، الفرن يكون ساخن من قبل. بالنسبه للفرن غازي ما كندخل الكيكه للفرن كيكون بارد. من بعد ما طابت غادي نقلبها كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما بردات كتجي طالعه، كتجي خفيفه واسفنجيه. نتمنى انكم تجربوها. غادي ندهنها بشويه المربى، نزينها برقائق ديال اللوز ايفيلي محمرين. تقدروا تزينوها باي حاجه متوفره عندكم. غادي نقلبها على الوجه ديالها، غادي ندهنها بشويه ديال المربى، وغادي نزينها برقائق ديال اللوز. غادي نقطعها تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل. كيجي كيك اسفنجي، كيجي طالع وخفيف، المذاق ديالو بنين بداك الشكلاط والكركاع اللي كنضيفو. كيف ما قلت تقدروا تضيفوا اي اضافات، تقدروا تضيفوا الفيرميسيل اللي ما كانش متوفر الشكلاط، تقدروا تضيفوا كذلك شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب، فكيجي الكيك زوين بزاف.
فغادي نقطع معكم طريف تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كيف ما قلت البنات ما تنساوش ديك الملعقه حتى الجوج مع المكسرات، كتلبسوا بهم المكسرات باش ما كيهبطوش المكسرات لتحت. كتشوفوا معايا الكيك كيجي خفيف اسفنجي. نتمنى انكم تجربوه وكيجي لذيذ بزاف. ومن عجبكم الفيديو خليو لي لايك، اشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وخليوا لي بطبيعه الحال واحد الكومنتير الا عجبكم الفيديو. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.